أنه من خلال تتبع سيرة شخص يمكن أن نكتب تواريخ مجتمعات وأمة. وبالتالي فإن دراسة تاريخ الشيخ محمد ربي ربه لا تخص سيرته، وإنما تخص سيرة فترة مهمة من تاريخ العالم الإسلامي، أو ما اصطلح عليه في تلك الفترة بدول العالم الثالث، تتصل برد الاستعمار ومواجهته فكريا وسياسيا وعلميا. وكل هذه الأمور كان حاضرا فيها الشيخ مربي ربه منذ ولادته سنة 1881 إلى وفاته سنة 1942 رحمة الله عليه. العمل يكشف عن شخصية مربي ربه العلمية والأدبية والجهادية، إضافة إلى علاقاته الإنسانية والاجتماعية من خلال تتبع مساره. هنا الأستاذ فتح لنا مواضيع، وهذه المواضيع نبغي نشارككم. العمل ضخم، ولكن بحكم الوقت نبغي نشارك معكم بعض المواضيع. أولا طرح لنا موضوع هام وهو العلم والتعلم والتربية. الشيخ مربي ربه تتلمذ على يد شيخ. أول شيخ هو والدي الشيخ مع العينين رحمة الله عليه دفين تزنيت، وشيوخ آخرين تعلم القرآن والنحو والفقه ومختلف العلوم العقلية والنقلية، واتصف بمحاسن السلوك ومكارم الأخلاق والتواضع والعفو. من الأمور المهمة اليوم هو العفو. قال مولانا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كثير من الأمور اليوم في علاقاتنا الاجتماعية بدل ما يطلع من الدم يقول كلام في الآخر، وبدات شوية صلة الرحم الحمد لله نشتو في الماشية، والعلاقات الاجتماعية شوية انطقت المادة وتراجعت الأخلاق، وبالتالي هذه دعوة لمسألة التربية وغادي نقول عليها. ثانيا هذا الرجل ارتبط بالسفر والرحلات، كان مسافرا خاصة مع والدي الشيخ مع العيني رحمة الله عليه، ومع رفيقه في جهاد الشيخ أحمد الهيبة رحمة الله عليه، وكذلك في أسفاره في مجال الصحراء، في عتبة عمران، في سوس العالمة، في مراكش الحمراء، في تطوان، في الأندلس، في إسبيليا، وسوف تجدونه دائما مقرونا بأماكن العلم والعلماء، وهذه مسألة مهمة. كذلك في رحلته الحجية مرورا بليبيا، مرورا بمصر بورسعيد، وصولا إلى مكة والمدينة ثم عودته. وهذا السفر تجدد الإنسان وتجعله يكتشف بيئات أخرى ويقدر الرجال وما ينتجه الرجال. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول رحمة الله عليه: سافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وأدب وصحبة ماجد. وكانوا المرافقين سوف تجدهم من مختلف القبائل والمناطق، وكانوا أماجد في العلم وفي تقدير الناس، وهذه مهمة اليوم على أننا ندور ونناقش فيها. المسألة الأخرى هي قضية الكتاب والتأليف. هناك علماء ولكن للأسف لا يتركون الأثر. هذا كان عالما مشاركا، وكان يكتب ويؤلف في ماذا؟ فيما ينفع الناس، أمور الدنيا والدين. وهون قال كلمة جميلة عجبتني في أبياته وتعرفوا ونار، قال: ألا فامنح أطايب لقومك بعد معسول السلام، الحال في النادي وحدث على قدر المجالس والمقام. هذه مهمة، أن نحترم المجالس ومقام الناس، وأزنوا الناس موازينهم. كي دابا اللي ما كيفصل بين الشخصية العلمية والشخصية المهنية والشخصية الاجتماعية، بين واحد الشير وواحد الشباب، كيخلط كل شيء، وهذا ربما لا يجعل المجتمع متماسكا. هون كلام بليغ: وراعي الحال في الناس وحدث على قدر والمقام، ولا تسرع للإفتاء واحذر معارضة الكلام مع الكلام. كثيرون يفتون بغير علم ولا معرفة بأحوال الشعوب وأحوال الناس. كيف واحد قال لهم القهوة حرام، قالوا الحق، قالوا من تقرأ النص فيما مضى كانت القهوة تدل على الخمر، أما اليوم القهوة تدل على البن، وبالتالي وعي ببيئات وتحول أحوال الناس. وهذا خلينا نكونوا متكاسين شوي في إصدار الأحكام. مسألة أخرى في مسار هذا الشيخ الجليل، وهي كان يتعلم والآن أصبح معلما. وكيف ما تعرفون جميع الأنبياء والرسل كانوا معلمين. في اليهودية نجد في سفرهم في القرطاس مقدس والحرف مقدس. في المسيحية نجد في البدء كانت الكلمة. في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك، وهي دلالة على العلم والتعلم والتعليم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنثا ولا متعنثا، ولكن بعثني معلما يسيرا. وهذا مهم. هذا الرجل كان معلما،
كان مدرسا، وكان متتبعا للتعليم بأمور الجهاد وتنقلاته، وكان يحث على تعليم المرأة كيف ما نعرفوا. كانت نقاشات في المشرق بين أديب إسحاق، فرح أنطوان، قاسم أمين حول تعليم المرأة. عندنا تجارب تغنينا وتجارب مفيدة كانت في هذه الفترة، وربما تعيد حتى تقعيد مصطلح عليه للنهضة العربية، لأن كانت هناك تجارب رائدة. كذلك هذا الرجل كان لديه مجلس علمي، وهنا أشير إلى أن الأندية الفكرية في المغرب كانوا من أقطابها ومؤسسيها في المغرب هم أهل الصحراء. كان عندنا المجلس النادي الأدبي الشهير نادي الشنقيط في تارودات اللي دار محمد البيضاوي الشنقيط الله يرحمه، وكان عندنا إضافة لذلك النادي الجراري والنادي الجندري في الرباط، وكانوا كذلك مجالس أخرى بحكم المقام. نذكر مجلس الشيخ مربي ربه رحمة الله عليه، هي مجالس للذكر، ما هي الغيبة ولا هذا قال ولا هذا ما عنده ولا هذا منه، مجالس للذكر والعلم والتعلم وتربية النفس على التواضع وكبح جماح الغلو والشطط الفكري المؤدي إلى الضياع والتطرف في إصدار الأحكام. كذلك هذه المجالس تبين لنا التواصل بين العلماء والحوار المقرون بالاحترام، ولذلك قيل نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. واليوم ربي بالمناسبة هو ليس من الشيخ العينين، وإنما هو يمثلنا جميعا، ننتسب إليه من خلال رابطة العلم. لذلك قال أحد العلماء الكبار إن الانتساب بالمعارف وبالآداب لا بالعناصر والأنساب. وباش ما نطول عليكم أعتقد أشير إلى آخر مسألة، أن هذا العمل تطرق كذلك إلى ظروف جهاد الشيخ مربي ربه وعلاقاته، وهنا كشف أمور جديدة من علاقة محمد عبد الكريم الخطابي القائد النكادي قادة الحركة الوطنية عزال الفاسي رحمة الله عليه على الخارق الطوريس، وهذا كيدخل وكينسجم مع الكتاب ديال الإخوة هي البيع والتواصل ما بين الشمال والجنوب. كذلك وهذه مسألة مهمة التواصل مع السلاطين المغرب، وهذا العمل حرص فيه مسألة مهمة تيمة مهمة، وهي النقد وليس الانتقاد، النقد البناء وتقديم كل الأمور بتسلسل كرونولوجي. فغادي يتكلم هنا ويجي هناك على الأمور متسلسلة ويقدموا عليها الدليل، والدليل بالإحالة. هذا هو الثقة كان هو الثقة ومعروف في الأماكن ديالو. هنا قدم رسالة مهمة للشيخ مربي ربه السلطان محمد الخامس رحمه الله عليه، يقول فيها إنما ترك لنا الإسلام وهو الذي عليه العمل، وما زلنا في طاعتنا لهم وزيارتنا لهم من عهد مولاي عبد الرحمن، واليوم نحن وأنتم نفس واحدة، فما أردتم من الباطنة والظاهرة فعند السمع والطاعة. فيما يخص هذا العمل أنا عندي عليه بعض الملاحظات، وهي كالتالي. أولا أعتقد أن هذا المجهود من المفيد التفكير في ترجمته إلى اللغة الفرنسية واللغات الأخرى. مسألة أخرى أن هذا العمل من المهم تقديمه في أكاديمية المملكة، لأن أعرف أمور الآن النقاش اللي فيها، وأعتقد أن هذا العمل يشفي الغليل فيما يخص تاريخ المغرب المعاصر. كذلك التفكير في تقديمه في أماكن أخرى من العالم الإسلامي، لأن هذا الرجل يفتح لنا علاقات من خلال سيرته مع هذا الفضاء. اليوم نحن مغاربة، ولكن ننتمي إلى محيط جهوي ومحيط دولي. كنا مؤثرين ومتأثرين، ولكن كنا مؤثرين بعلمنا. لذلك الأستاذ عبد الله بن نور كان ذكيا حينما كتب كتابا حول هذه الحضارة بعنوان النبوغ المغربي. أهنئ المؤلف وأهنئ المؤسسة التي احتضنت هذا العمل، وأشكركم على حضوركم. السلام عليكم.